يا أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد من قناتكم لحظة حسم. موضوعنا النهاردة مهم جدا جدا، لأن في دنيتنا اللي كلها أرقام ومعلومات إنك تعرف تفهم الأرقام دي وتطلع منها بحاجة مفيدة، ده اللي بيفرق بين اللي بينجح واللي بيفشل. هنتكلم عن تحليل البيانات، إزاي تفهم الأرقام وتطلع منها بقرارات صح. كتير مننا بيشوف الأرقام والإحصائيات على إنها حاجة تقيلة وملهاش لازمة، بس الحقيقة إن كل رقم في حياتنا ليه قصة. الأرقام دي ممكن تحكي لك ليه مبيعات شركتك بتقل، أو إيه أكتر حاجة الناس بتحب تشتريها، أو حتى إيه أحسن وقت تنزل فيه بوست على الفيسبوك عشان كل الناس تشوفه. تحليل البيانات مش بس للناس اللي بتشتغل في شركات كبيرة أو في وظائف ليها علاقة بالأرقام، المهارة دي مهمة ليك في حياتك العادية كمان. ممكن تستخدمها عشان تفهم فلوسك بتتصرف على إيه، وتعرف إزاي تحوش، أو حتى عشان تحسن من صحتك لما تحلل الأرقام بتاعت التمارين اللي بتعملها. في الفيديو ده هنعرف مع بعض إيه هو تحليل البيانات وليه هو مهم قوي كده، وهنكتشف مع بعض الخطوات البسيطة اللي بيمشي عليها أي حد بيحلل بيانات، من أول ما يجمعها لحد ما يوصل للقرار المظبوط. يلا بينا نفتح صندوق الأسرار ده ونشوف إزاي ممكن نحول الأرقام اللي مش مفهومة إلى قرارات ذكية ومدروسة. إيه هو تحليل البيانات وليه هو مهم؟ ببساطة، تحليل البيانات هو إنك تجيب شوية أرقام ومعلومات كتير وتفصصها عشان تطلع منها بحاجات مفيدة أو استنتاجات. الأرقام دي ممكن تكون أي حاجة، أرقام بيع، بيانات عن زباين، نتائج من استبيانات، أو أي معلومات تانية. ليه هو مهم؟ بياخد قرارات أحسن. بدل ما تاخد قرار بناء على إحساسك أو توقعاتك، تحليل البيانات بيديك دليل قوي عشان تاخد قراراتك. بيوفر وقت وفلوس. لما بتفهم البيانات بتعرف فين المشاكل أو الفرص، وده بيخليك تستثمر وقتك وفلوسك في المكان المظبوط. بيكتشف الموضة الجديدة Trends، بيساعدك تعرف إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل، زي مثلاً إيه المنتج الجديد اللي الناس ممكن يعجبها، أو إيه السوق اللي يستاهل إنك تشتغل فيه. خطوات تحليل البيانات: رحلة من الأرقام للقرارات. تحديد الهدف: قبل ما تبدأ في أي حاجة لازم تسأل نفسك إيه السؤال اللي عايز إجابته. مثال: أنا عايز أعرف إيه السن اللي بيشتري المنتج بتاعي أكتر. جمع البيانات: الخطوة دي هي إنك تجمع كل الأرقام والمعلومات اللي ليها علاقة بهدفك. مثال: هتجمع بيانات بيعك اللي فيها معلومات عن عمر كل زبون اشترى المنتج. تنظيف البيانات: البيانات في العادة بتكون مش نظيفة، يعني ممكن تلاقي فيها حاجات غلط أو معلومات ناقصة أو أرقام مش مظبوطة. الخطوة دي هي إنك تنظف البيانات عشان تكون صالحة للتحليل. مثال: هتشيل الأرقام اللي فيها أخطاء وهتكمل البيانات الناقصة. تحليل البيانات، ودي هي أهم خطوة. هنا بتستخدم برامج وطرق مختلفة عشان تبدأ تبص على البيانات وتطلع منها بنظام معين. مثال: هتستخدم برنامج إكسل عشان تعمل جدول يوريك عدد المبيعات لكل سن. تفسير النتائج: بعد ما حللت البيانات هتكون عندك نتائج. الخطوة دي هي إنك تفهم النتائج دي وتقول إيه معنى الأرقام دي. مثال: هتلاقي إن أكتر مبيعات جاية من سن 25 ل 35 سنة. أخذ القرار: في الآخر كل الشغل ده عشان تاخد قرار صح. بناء على فهمك للنتائج هتقدر تاخد قرارك. مثال: بناء على النتائج هتقرر إنك تركز في إعلاناتك الجاية على السن من 25 ل 35 سنة. الخلاصة: أنت تمتلك القوة. تحليل البيانات مش مجرد مهارة صعبة، ده طريقة تفكير. هذا القول لهنري فورد يقدم لنا نظرة ثورية ومختلفة تماماً عن الفشل. بدلاً من كونه نهاية المطاف، يصوره فورد كبوابة لبداية أقوى. المعنى العميق للعبارة: القول يربط بين الفشل والتعلم، فهو لا يرى الفشل كنقطة ضعف، بل كمعلم قاس لكنه فعال. عندما تفشل لا يعني ذلك أنك سيء أو أن فكرتك خاطئة، بل يعني أن هناك طريقة أفضل للقيام بالأمر. الفشل كفرصة: الفشل يجبرك على التوقف وتقييم الموقف. هو يفتح لك الباب لرؤية الأخطاء التي لم تكن واضحة في البداية. هذه الأخطاء هي التي تقدم لك الدروس الحقيقية. البدء من جديد: لا يجب أن يكون الفشل نهاية الطريق، بل هو نقطة تحول.
بعد تحليل الأخطاء يمكنك أن تستأنف المحاولة، لكن هذه المرة ليس بنفس الطريقة القديمة. بذكاء أكبر. هذا هو الجزء الأهم. الذكاء الأكبر يأتي من الخبرة المكتسبة. بعد الفشل تكون لديك معرفة عملية بما لا يجب فعله، مما يجعلك تتخذ قرارات أفضل وتضع خططاً أكثر فاعلية وتتجنب العثرات السابقة. ابني المهارة دي في حياتك حتى لو بحاجة بسيطة. ابدأ بفلوسك اللي بتصرفها كل شهر أو بتحليل وقتك اللي بتقضيه في الشغل. هتلاقي إنك بتتحول شوية شوية إلى شخص بيتحكم في حياته بشكل أحسن. يا رب يكون فيديو النهاردة مفيد ليكو. لو عندكم أي تجارب أو أسئلة عن تحليل البيانات شاركونا بيها في التعليقات تحت الفيديو عشان الكل يستفيد. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي.